في يوم من الايام لقينا الدنيا مقلوبه على فيلم ولاد رزق، وخاصه من جمهور الزمالك وزعلان ومتضايق جدا. لكن الزعل ما كانش من الفيلم نفسه، الزعل كان من الاعلان الترويجي اللي عمله لاعيبه النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي للفيلم، واللي كان بيضم مارسيل كولر وامام عاشور وقفشه وعبد المنعم. طيب يا جماعه انتوا زعلانين ليه من حاجه زي كده؟ قال لك علشان كانوا بيتكلموا عن القاضي امامكم، شاط الكوره وجول القاضي امامكم. طب لو الحوار كده فعلا يبقى هم لهم حق انهم يتضايقوا ويزعلوا. لكن بعد زعل الزمالك ومقاطعتهم للفيلم طلع تركي آل الشيخ مع عمرو اديب وقال ان الافيه الخاص بالقضيه راكب على اسم الفيلم، وليه ناخد الموضوع بحساسيه؟ الناس فهمت الموضوع غلط، وقال ان لاعيبه الاهلي والمدرب والنادي حصلوا على مقابل مادي. طب يا جماعه كده بقى يبقى الحوار مصلحه مش عندي فيكم. بعد كده قال لك هم جايبين امام عاشور عشان يضايقونا بيه. طب يا جماعه مش امام عاشور ده اللي كان بيهدي قفشه في الاعلان وبيقول له مدام بط؟ ومن هنا قفشه سمع الكلام ورد عليه وقال له اخر مره لكم على حاجه، انا عامل الفيديو ده بغرض الهزار مش اكتر ولا اقل. انت مش مستفاد حاجه في الاول وفي الاخر، اللعيبه